ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بمناسبه بقى ان رمضان قرب، ان شاء الله النهارده هنعمل الفول المدمس. اول حلقه بقى من حلقات رمضان وتجهيزات رمضان الجميله اللذيذه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلة يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو اول مرة تشوفوا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو على الفيسبوك، وتدخلوا على قناتي على اليوتيوب وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. يلا نشوف. معانا هنا فول نابت، ومعاه فول مدفوش. هوريكم دلوقتي الفول بعد ما اتبل والفولة قبل ما تتبل. شايفين كبرت ازاي؟ الفول ده منقوع بقاله ساعتين. لما تروحوا للعطار قولوله عاوزين فول نابت، وده اللي معانا الابيض ده فول مدشوش. في ناس بتستخدم اضافات كتير للفول بس انا ما بحبهاش، زي القمح والحاجات دي انا ما بحبهاش. الفوالة بتاعت القمر دي هنحط فيها الفول بقى. لازم المية تكون مغلية يا جماعة، لازم المية تكون مغلية علشان الفول ما يسودش. في ناس بتزود عدس، في ناس بتحط حمص، في ناس بتحط اضافات كتير يعني. هو زي ما تحبي برضه. هنحط هنا حبايتين طماطم صغيرين، يعني متوسطين مش صغيرين. والمكون بقى السحري اللي بيخلي لون الفول زي الكهرمان كده زي ما بيقولوا، الكركم. هنحط نص معلقة، يعني هي المعلقة دي صغنطوطة خالص، يعني هي نص معلقة صغيرة. وهنرفعهم بقى على النار لحد ما يغلي، وبعدين هنوطي النار خالص. ده هنا بعد ما بدأ يغلي على النار. هو المفروض ان هو ياخد 4 ساعات، من 4 ل6 ساعات على النار، بس على حسب نوعية الفول. انا ما رضيتش اكتر الفيديو علشان برضو لان هو طبعا مش بياخد كتير. ده هنا بعد ما الفول دخل في التسوية. ده بعد ما دخل في التسوية. شايفين حلو ازاي؟ في ناس طبعا بتحب تضربه في الخلاط ان هو علشان ان الفولة ما تبقاش صحيحة يعني. انا بهرسه بس كده، يعني هرسة بسيطة بالمغرفة. شايفين ده فول نابت وفول مدشوش وطماطم وكركم بس، مفيش اي اضافات تانية. هنقدمه بقى في طبق، يعني انا قدمته لكم من غير اي حاجه خالص. يعني انا ساعات في طرق كتيره قوي بعمل بيها الفول، سواء بالصلصه او بالبيض او بالسمنه البلدي. احنا النهارده بنتكلم بس على تدميس الفول ازاي. ان شاء الله الفتره الجايه هنقدم وصفات الفطار والسحور وافكار جديده هنقدمها مع بعض. اتمنى لو عجبكم الفيديو ويا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو، وتدخلوا على قناتي على اليوتيوب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ويا ريت يا ريت تطبقوا الوصفات اللي انا بقدمها لكم، تبعتولي على الفيسبوك، او تكتبولي في التعليقات اذا كانت طلعت حلوة او لا. وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. مع السلامة.